عنتر يا عنتر، قوم بقى، قوم علشان نروح المدرسة. انت هتفضل نايم كده طول الوقت عدى خلاص. قوم هنتأخر عن المدرسة. يا ابني قوم، مش كده يا ابني. انت مش ممكن. انا هنجيلك ماما. يا ماما يا ماما، تعالي شوفي ابنك ده مفيش فايدة فيه، مش راضي يصحى خالص، وعمالة انادي عليه كتير ولا فايدة فيه خالص. يا ماما تعالي بقى عشان انا مش قادرة عليه. خلاص انا كده خلاص، انا همشي واسيبه بقى. ايه بس يا لولو، في ايه بتزعقي ليه؟ يا ماما ابنك عنتر ده مش راضي يسمع الكلام ومش راضي يقوم من مكانه ابدا، ولازق كده في السرير، وانا اتاخرت على المدرسه. يا ماما مش عايزه اتاخر، انا عايزه اروح المدرسه. لو سمحتي روحي انت بقى صحي وشوفي هتعملي ايه. خلاص يا لولو، خلاص سيبيني انا هتصرف معاه. استني انا هروح له اهو. ايه يا عنتر، مزعل اختك ليه؟ عماله تزعق تحت وتقول ان انت مش راضي تسمع الكلام، وان هي عماله تنادي عليك عشان تنزل تروح المدرسه وانت مش عاوز. يا ماما ما انت عارفه ان لولو دي بتبالغ جدا جدا. طب انا قدامك اهو لابس كل الهدوم، بس قولي لي يا ماما انا مش عايزه اروح المدرسه. اقولك ليه؟ قلتي لي ليه؟ اقولك ليه. علشان الدنيا بتمطر مره يا ماما، وانا ايه اللي يخرجني في المطره؟ انا هروح تاني اقلع كل الهدوم دي وانزل تحت البطانيه اللذيذه الدافيه. مدرسه ايه يا ماما في الجو ده يا ماما؟ خليني قاعد في البيت لو سمحتي. ايه اللي بتقوله ده يا عنتر؟ لا طبعا لازم تروح المدرسة. يعني ايه شوية مطرة؟ طب ما احنا الجو عندنا بيمطر كتير، كل ما يحصل شوية مطرة يعني هتقعد في البيت مش هتروح المدرسة؟ ده كلام برضو. يا ماما بقى يا ماما، مش هتلاقي حد في المدرسة اصلا النهاردة، كل الناس هتلاقيها تحت البطانية. ارجوكي ارجوكي سيبيني انام، انا مش عايزة اروح المدرسة النهاردة يا ماما لو سمحتي بقى. لولو عايزة تروح خليها تروح لوحدها، لكن انا مش هروح يا ماما بقى، انا مش هروح. عنتر هي كلمة واحدة، خد شنطتك اللي انت لابسها دي وجري على المدرسة. مفيش حاجة اسمها مفيش مدرسة، العلم اهم حاجة في حياتنا. روح المدرسة يا عنتر لو سمحت. ايوه بقى يا ماما، بقى يا ماما مش هتلاقي حد ماشي في الشارع ولا هتلاقي حد موجود في المدرسة النهاردة. يو بقى خلاص هروح اهو. مبسوطة كده يعني يا ستي؟ نزلتينا في المطرة والجو اللي عمال يمطر ده، مبسوطة كده دلوقتي يعني؟ بقولك ايه يا عنتر، ما تزعليش، انت كسلان اصلا، انا ماليش دعوه خالص بقى في اللي انت بتقوله ده. انا هروح المدرسه بتاعتي، خليك انت كده بقى. يا بنتي مدرسة ايه؟ انت مش شايفة المطرة اللي عمالة تمطر دي؟ تعالي يا بنتي نرجع البيت تاني ونقعد تحت البطانية. حسبي الله فيكي يا لولو يا شيخة، حرام عليكي والله اللي بتعمليه فيا ده. بقولك ايه، انا لو قعدت اسمعك لحد بكره هتضيع عليا المدرسه. انا هروح المدرسه بتاعتي يا اخويا، خليك انت بقى اعمل اللي انت عاوزه. برر برر برر. انا سعان جدا جدا جدا. مدرسة ايه بس دي اللي هنروحها كده؟ وانا كمان لابس خفيف جدا النهارده، مش عارف ان الدنيا كانت هتمطر النهارده كده، مع ان احنا كان المفروض في الصيف. مش عارف ازاي مطرت بالشكل ده. انا سعان، انا عاوزه ارجع البيت، انا سعان جدا جدا جدا. ودي ايه دي كمان اللي ماشيه في الشارع في الوقت ده؟ الدنيا بتمطر يا قطوطه. انت ايه اللي جايبك هنا؟ ازاي قادره تتحركي في الجو ده؟ انا هتجمد خلاص يا نهار ابيض. ولا انت عشان عندك فرو كبير كده على جسمك؟ لا 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 ابدا ابدا، الموضوع ملهوش علاقة بالفرو والكلام ده خالص. انا برضو حاسة ان انا بردانة، لكن ما ينفعش اقعد في البيت. ازاي هجيب اكل؟ مش لازم اشتغل وانزل ادور على اكلي علشان الاقي اكل اكله النهاردة ويكون متوفر ليا في البيت؟ اكل ايه بس؟ اكل ايه اللي بتدوري عليه ده؟ الكسل ده احلى حاجه في الدنيا، تقعدي كده في الدفا والناس تجيب لك الاكل لحد عندك. ده انتي قطه يعني كل الناس بتجيب لك اكل. ايه ده؟ انا مش فاهمك بصراحه. مش فاهمني. انت شكلك واحد كسلان، عشان كده ما بتحبش تنزل ولا تشتغل ولا تعمل الواجبات اللي عليك. لكن انا نشيطة، بحب اعمل كل الحاجات دي حتى لو الجو برد. ده ما يمنعنيش ان انا اجري على اكل عيشي زي ما انت بالظبط. لازم تروح مدرستك، ما انت رايح مدرستك اهو. لا يا قطوطة انتي فاهمة غلط، انا رايح غصب عني. ماما واختي هم اللي عاوزيني اروح، لكن انا شخصيا عاوزة انام تحت البطانية.
هم اللي خرجوني. بذمتك ده جو حد يروح فيه مدرسة؟ مفروض ان احنا نقعد تحت البطانية. ده كلام الناس الكسلانين اللي مش هيحققوا اي حاجة في حياتهم. كل واحد عنده مهمة لازم يعملها. مفيش حاجة اسمها الجو برد. الجو البرد ما يمنعناش ان احنا نروح المدرسة. الجو البرد ما يمنعنيش ان انا انزل عشان اجري على اكل عيشي واشوف الاكل بتاعي واجيبه من اي طريق. لكن الكسل هيمنعني ان انا اعمل اي حاجة في حياتي. عشان كده انا حاسة ان انت شخص كسلان شوية. يا خبر ابيض يا خبر أبيض. ايه الاحراج ده؟ يعني حته قطه صغيره قد كده بتمشي في المطره وبتروح تعمل اللي عليها، وانا علشان شويه مطره عاوز اقعد في البيت وما انزلش المدرسه بتاعتي واشوف مستقبلي؟ انا حاسس بالاحراج جدا جدا من القطه الصغننه دي طلعت احسن مني بكتير وانا طلعت كده على رايها كسلان. عارفة يا قطوطة، أنا خلاص اقتنعت بالكلام بتاعك ده. أنا فعلا لازم أجري على مستقبلي زي ما أنت بتجري على أكل عيشك وبتدوري على الأكل بتاعك بنفسك. أنا كمان لازم أروح المدرسة بتاعتي وأبقى شاطر جدا وأجيب درجات عالية كمان. أنا هسيبك دلوقتي وأجري على المدرسة بتاعتي. شكرا جدا جدا علشان النصيحة بتاعتك، أنت فوقتيني. الحمد لله إن أنا قابلتك النهاردة. سلام يا قطوطة، سلام، أشوفك على خير. استنيني هنا كل يوم، هتلاقيني في منتهى النشاط والحيوية بروح مدرستي. باي 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 باي.